يتقدم في محاولة يقتصها مشعل المطيري في كرة ملعوبة للأمام باتجاه ريان بلال. بلال يخطف الكرة ويتقدم بلال، وكرة تلعب لخارج أرض الملعب. محاولة نصراوية، ريان بلال حاول معه وضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء. انتفاضة الأسود، انتفاضة الأسود، انتفاضة الأسود. نعم إنها انتفاضة الأسود. ضربة جزاء في مصلحة النصر، ضربة جزاء في مصلحة النصر. ممكن يقرب البعيد وجمهور النصر يقول الله يقرب البعيد، الله يقرب البعيد، الله يقرب المسافات. هذه كلمات وابتهالات النصراويين. وجوزيه سجل جول، جول. فرحة غابت كثيرا لكنها تحضر في هذه اللحظات. غابت كثيرا، غابت كثيرا شمس العالمي، لكنها تشرق من جديد، لكنها تشرق من جديد في درة الملاعب، في درة الملاعب. تشرق شمس النصر من جديد، تشرق شمس النصر من جديد بضربة الجزاء. إلتون جوزيه يقرب البعيد وتشرق شمس النصر من جديد في كرة تباغت بدر الدعيع معها أول أهداف النصر. إذن 1-0 للنصر، وردة الفعل كانت واضحة في المدرج النصراوي، ردة فعل كبيرة في المدرج النصراوي مع الثواني الأولى من شوط المباراة الثاني. في الدقيقة 3 بشوط المباراة الثاني رمية جانبية في مصلحة الهلال بالجهة اليسرى تحديدا عند سعد الذياب. سعد الذياب اللي يلعب بالنسبة له الديربي المتكرر في هذا العام على الجهة اليسار. نفس الأمر لمشعل المطيري لاعب الباك اليسار النصراوي. الكرة من مارسيليو تافاريس للخثران، الخثران يفقد كورته، الخثران اللي مفروض انه يعول عليه الهلاليين كثير لأنه واحد من الأسماء الخمسة في كرة ملعوبة بالجهة اليمين. جول! الله 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 على الأسمراني. نعم خطوات ماجدونا، نعم خطوات ماجدونا. يا الله يا الله، ريان بلال، ريان بلال يسجل ثاني أهداف النصر، ثاني أهداف النصر. الله على الأسمراني. ريان بلال خطوة بخطوة نحو الماجدية، خطوة بخطوة لعودة العالمية. ريان بلال يسجل ثاني أهداف النصر، الثاني من ريان بلال. ريان بلال، ريان بلال يقرب الموعود. الكرة للخثران، الخثران يطلع كرة للأمام. دفاع النصر موجود، دفاع النصر لملم صفوفه في اللحظات الأخيرة من المباراة، رغم أنه في بداية شوط المباراة الثاني ما كان بهذا الشكل. الكرة اتلعبت طويلة، مرت إلى خارج أرض الملعب، عادت بعيدة. والله زمان يا نصر، والله زمان يا نصر. إنها بطولة الأسود، إنها انتفاضة الأسود، إنها انتفاضة الأسود. النصر يحصد البطولة الثانية في هذا الموسم. يجنجنون المدرج الأصفر، يجنجنون المدرج الأصفر بالبطولة الثانية في هذا العام، بالبطولة الثانية في هذا العام. مبروك لكل العالميين، إدارة وجماهير ولاعبين، وعلى رأسهم الجهاز الفني بقيادة دانيال أساد. إذن مبروك لكل النصراويين، مبروك لهم هذا الإنجاز في العرس الكروي السعودي.